اخوان ديالي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كيف العاده الاخوان، واحد جيم والبارطاج ونبداو الحلقه ديالنا بهذا الفيديو هذا ديال الكذابه اللي غنسميها انا كذابه وفاء عتيد، اللي فضحوها المغاربه وفضحوها كذلك الاسبان. خرجت لنا بهذا الفيديو هذا كتبرر فيه، فشوفوا معايا. انا ماشي شي وحده كنت متحفظه اللي باش تجبدي لي التصاور قدام تقولي لهم ها هي وفاء. انا انسانه غير متحفظه، نلبس اللي بغيت، كنلبس القصير، نلبس المقزب، نلبس اللي بغيت. داكو دونك انا ما الطريقه باش كتناقضوا كديروا الضحك في راسكم. انا اصلا واحد الانسانه باحثه على الحريه. الناس اللي كيقولوا انني تحرمت من القرايه، انا خرجت من الخامس ابتدائي وكون كملت قرايتي بحالي بحال الناس، كانت غتكون عندي الدبلومه، كنت غنكون في المستوى اللي انا اكثر وبالعقليه اللي كاينه عند المجتمع العربي. ما كملتش قرايتي، خرجت من الخامس ابتدائي. بصح خرجت من الخامس ابتدائي، الا بغيتو نجيب لكم الشهاده نجيبها لكم، ما عنديش المشكل. السفر اللي سافرت وهذا حيت كنت خدامه في الامارات، وملي كنت خدامه في الامارات دوله هي اسلاميه ومنطلقي اسلامي. انا هاربه من العرب، انا ما بغيتش العرب، انا كنقلب باغا نمشي لاوروبا، ما باغاش العرب. واخا نكون خدامه كنتخلص ب1000 € في النهار، انا ما باغاش نعيش في وسط العرب. كنحس براسي مسجونه عايشه بين العرب، يعني مع الباسبور ديالي كيدي غير الامارات وقطر والسعوديه والدول الافريقيه. انا ما باغاش نعيش في الدور في هاد القارات هادو، ما باغاش نعيش. انا باغا نعيش في اوروبا. فين هو المشكل عندكم نتوما في هذا الشيء هذا؟ انا عشت مزيان، عشت بخير. هذاك الشيء هذاك انا كنت خدامه، خدمت، كنت بعيده على والدين ديالي، ما كنتش كنعيش مع والدين ديالي. علاش؟ لان باش نعيش مع والدين ديالي ما خصنيش نسافر، باش نعمل شي حاجه ما خصنيش نكون مع العائله. هذاك تسمى شنو كتعتبروه نتوما؟ انا ما كذبتش في شي حاجه، ولكن اسبانيا الاوروبيين بعد منهم ما فهمش، بعد منهم غيفهم. انا ما كيهمنيش شنو كيقول الراي العام، بالحق انا عارفه راسي شنو كنعمل، ما كذبتش في شي حاجه. وبنادم باش يفهم واحد الحاجه راه دائما ملي كدير شي انترفيو راه كيتقطع بزاف ديال الهضره. الا كنت ما وصلاتكش الهضره كامله والميساج كامل، شنو غندير لك انا؟ حيت انا الا جيت نعاود لكم داكشي بالديتاي شنو قلت للصحافه غتفهموا بزز منكم. بارك عنا اختي، غير هذاك الشيء اللي سمعنا، غير داك الشيء اللي قلتي لهم ديال ان المجتمع المغربي مجتمع حقار كيعطي قيمه للراجل والمراه. لا بركه، غير هذا الشيء هذا راه بركه، غير هذا كذبتي فيه. والقضيه ديال القرايه الا ما قريتيش في هذاك الامر كيخصك انت، ربما يكون الظروف ديالك ولا شي حاجه، ولكن باش تعممي على المغاربه والمغربيات كلهم وتقولي باللي ما قاريينش، راكي هنايا كتكذبي. في المغرب المراه كتعامل كما الراجل، البنت كتقرا والدري كيقرا، نفس الحاجه سواسيه، بل كتقراو في قسم واحد وفي قاعه واحده. ومن هذا المنبر غادي نقول لك باللي انت مولفه ديك العيشه، الصراحه ديال الله مولفه العرا وداك الشيء، وبغيتي تمشي باش تلقاي راحتك تما، لان هنايا كيزمطوك شويه، وحنا ماشي من صالحنا كاع انك تبقاي هنايا. غير سيري الله يعاونك. La doble vida de una inmigrante en Ceuta que lloraba para no volver a Marruecos. Ella es Wafa Atid, una joven marroquí de 28 años que se ha viralizado tras una entrevista en un medio de comunicación en la que lloraba porque no quería volver a Marruecos. Allí no te dejan ir a la escuela ni viajar, quieren que te quedes en casa. Llegó a nado el 30 de julio a la ciudad autónoma y cuenta que huye de su familia porque no le permiten estudiar, viajar ni decidir cómo vestir. Sin embargo, parece que todo ha sido una mentira. Han aparecido imágenes y publicaciones en redes sociales que muestran una vida diferente a la que ha contado. Viajes a Qatar, Dubái, Turquía, posados para Chanel e incluso hay vídeos en los que ella misma aparece hablando en inglés y apoyando a la selección marroquí de fútbol durante la Copa Árabe. También aparece un perfil profesional en LinkedIn que la sitúa como estudiante y trabajadora en Dubái. Es decir, su vida antes de llegar a Ceuta es completamente diferente. ¿Crees que todo forma parte de una estrategia? كما شفتي المشكله الكبيره والمصيبه هي انكم كتضربوا في بلادكم، هذه هي المشكله. دابا كتضربي في بلادك باش ترضي هذوك الناس زعما باش يحنوا فيك ويعطوك الجنسيه والكرامه وما الى ذلك.
كتصدقي المشكل مشوه راسك، هما كيضحكوا عليك والمغاربه كيضحكوا عليك والعالم كيضحك عليك، وهما راه اكتشفوا الحقيقه وشايفين باللي الحياه اللي كنتي عايشاها راه ماشي ديال الفقراء ولا شي حاجه، بالعكس واحد اللي مسافر كامله لهاد الدول هادو فراه عنده اللعاقه، اما واحد اللي ما عندوش مسكين راه مضارب غير مع طرف ديال الخبز. باش نكونوا واقعيين، نتوما الدور ديالكم هو انكم تشوهوا المملكه المغربيه فقط لا غير. والمدرسة المغربية حققت بعض الإنجازات مع النشامة، ولكن مؤخرا وخصوصا بعد مشاركتنا بكأس العالم الجماهير الأردنية فقدت ثقتها في هذه المدرسة. الجماهير الأردنية فقدت الثقة في المدرسة المغربية. وإحنا كنعرفوا بأن المنتخب الأردني يشارك في كأس العالم. واش المنتخب الأردني مشى لكأس العالم باش يربح كأس العالم؟ اعطيه اخويا بدو الزاكي، اعطيه. هي راه مشاو هما يديو كاس العالم، واشنو كيسحاب ليك انت؟ النتائج مع من لعبتي مع النمسا، عنده اكثر من 5 أو 6 مشاركات. لعبتي مع الجزائر ومع الارجنتين، يعني منتخبات اللي عندها بطولات قويه. بلا انا ما غاديش نسمي، ولكن انت بالاشاره غادي تفهم. خرجت من هزيمه ب5 وب4 رغم عندها بطولات قويه وعندها اسماء كبيره وفارضه الاسم تاعها داخل اسيا. ملي كنشوفوا المنتخب الاردني في المجموعه تاعو اللي كانت قويه، الارجنتين والنمسا والجزائر، وكينهزم بصعوبه وكيقدم اداء مميز وباخطاء نقدر نقول فرديه يمكن يتجنبها، كنا كنتكلموا على اداء اخر. لهذا بالنسبه لي انا كنشوف المشاركه ديال المنتخب الاردني في كاس العالم فكانت جد ايجابيه، وغتكون الايجابيه تاعها من بعد كاس العالم، بحكم غادي نتعاملوا مع لاعبين اللي خداو واحد التجربه، خداو واحد الثقه وتحكوا مع مدارس الى يومنا هذا انا ما قدرتش نفهم هذه الصحافه الاردنيه، واحد الصحافه اللي هي مكلخه. اي مدرب جا كيطرحوا عليه نفس الاسئله، والصراحه حتى انت بدو الزاكي ما درتي فيها ما يصلح. دائما كنحذروا المدربين المغاربه ما بقاوش يمشيو لهذيك الاردن، وكان عليك تعلم الدرس. ملي شفتي عموته وشفتي السلامي حققوا انجازات مع هذوك الناس وما قالوش فيهم كلمه زينه، فما كانش عليك تمشي لعندهم. هو الرد ديالك صراحه كان الرد زوين في محله، ولكن خاصك تعلم من التجربه، لانك راه غادي تلقى باقي انتقادات كثار من هذه. انت راه باقي ما بديتي، عاد بسم الله. אוטוטו יוצאת הטיסה הראשונה אחרי 3 שנים, טיסה ישירה מנתב"ג למרקש. הטיסה היא טיסת בכורה של ארקיע. אני רוצה לברך את עוז, המנכ"ל. תודה רבה. אני שמחה, זו בשורה אדירה לישראלים שרוצים לטוס למרוקו ונוסעים למרוקו דרך פריז ודרך ספרד, והפעם ישירות למרקש. רוצה להגיד תודה בראש ובראשונה למשרד התחבורה, לשרה, למנכ"ל המשרד, אחד הקווים האהובים ביותר על הקהל הישראלי. هادو الإسرائيليين الخوت فرحانين بعودة الرحلات الجوية من إسرائيل إلى المغرب بعد ما حبسوها تقريبا شي 3 سنين. دابا غتعاود ترجع الرحلات من إسرائيل للمغرب، وغادي نقولوا الإسرائيليين وبزاف المغاربة أو مغاربة إسرائيل مرحبا بكم في بلادكم. جيو تساروا في بلادكم تتشبعوا ورجعوا ديك الساعه لاسرائيل، مرحبا بكم في اي وقت. والناس اللي ما عجبهاش الحال ضرب راسها مع الحيط، وغادي نديروا فيزا على القراغ لا ان شاء الله وعلى بعض العرب، وما غاديش نديروها على اسرائيل. واحد السؤال كيدور في بالي وكيدور في دماغي وكيدور في دماغ جميع المغاربه، هو علاش ما كنطبقوش الفيزا على الجزائريين؟ مؤخرا شفنا مجموعه من الحالات ديال الجزائريين، كاين اللي كيجي بطريقه غير شرعيه، كاين اللي كيجي وكيدير المشاكل في البلاد، كاين اللي كيجي عنده اهداف اخرى، ضرب في السياحه والضرب كذلك في المواطن المغربي. يعني مجموعه من الحالات كنشوفوهم، وجب علينا ان نفرضوا عليهم الفيزا. علاش؟ وكاين سبب واحد اخر، حتى في الجزائر قطعت علينا الماء والضوء، والماء والضوء راه غير باش ما يحسبش راسهم قطعوا الماء بصح والضوء، قطعوا الماء والضوء، قطعوا الجو، البحر، البر. يعني هذا الشيء كامل داروه لينا وفرضوا الفيزا على المغاربه بواحد الحجه اللي ما عندها حتى شي علاقه. وحنا عندنا مجموعه من الحجج اللي كتخلينا اننا نفرضوا عليهم الفيزا ما يجوش لبلادنا. حنا عارفين هم ما عندهمش النفس،
عارفينهم مدلولين، دونك غادي يجي واخا تقول له ما تجيش، واخا تقول له ما عندك ما دير في المغرب، ما بلاصتك ماشي هنا، ما ليس مرحبا بكم، ولكن العبد كيموت انه يستعبد، يعني غادي يجي واخا تقول له ما تجيش. مي الحل الوحيد كيبان لي انا شخصيا هو اننا نفرضوا عليهم الفيزا، وهذا الشيء كامل عندهم مجموعه من الاسباب كتبرر تعطينا الاحقيه ان نديروا عليهم فيزا. غنطلع هذا الهاشتاغ ديال الفيزا للجزائريين باش نتمنى ان وزاره الخارجيه او الدوله كامله تستجب لنا وتفرض عليهم فيزا، لاننا راه بغينا السياح، احنا دوله سياحيه، بغينا السياح اللي غادي يجي انفيستي، ما عندنا نديرو بواحد جيعان اللي غينعس لك في الجرده ويدير لك هكا في الصحراء ويمشي ينقز لك هنايا. حنا خصنا مليون سائح ولا 2 مليون سائح، ماشي 2 مليون جائع. وعارفين الجزائري داكشي اللي ما كيلقاش بلادو فاش كيجي كيلقاه هنايا كيعيشوا، وفاش كيرجع كيولي كيضرب داكشي كلشي في الزورو وكيهضر بطريقه سلبيه، وهذا الشيء الا ما مشاش كيقلب على الاماكن السلبيه في البلاد ويصورها ويمشي ويدير بها كونسيبت. كما شفتوا اخوتي المغاربه، فغنحاولوا اننا نطلعوا هذا الهاشتاغ ديال الفيزا للجزائريين، لان كما كتعرفوا هاد الناس دايرين علينا فيزا، فعلاش حنا لا الدوله ديالنا ما ديرش فيزا؟ غنحاولوا نطلعوا هذا الهاشتاغ يوصل للمسؤولين ديالنا باش المملكه المغربيه ان شاء الله تفرض على هاد الناس هادو الفيزا، ما بقاوش يدخلوا للمغرب. فكما شفتوا الفيديو ديال البارح، ذاك الجزائري اللي جاو حبسوه في المطار ديال الدار البيضاء بقى كيتباكى علينا وكيعيط لعمو تبون، فلذلك غادي نطلعوا هذا الهاشتاغ هذا يفرضوا على هاد الناس هادو الفيزا، ما بقاوش يدخلوا لبلادنا، لانهم راه كيجيو ما كيجيبوا لا عمله، ما كيقولوا فينا شي حاجه زوينه، كيجيو كيبقاو غير يسبوا فينا ويخسروا الهضره، وكيجيو على اساس انهم يحرقوا، كيجيو للمغرب كيستمتعوا بخيرات المغرب، من بعد كيمشيو لسبته، من سبته باش كيحرقوا لاوروبا. هذا الشيء هو اللي كيجيبهم للمغرب. لذلك فيزا ضروري انها تفرض على هاد الناس، وعاونونا الاخوان في هذا الشيء هذا. اي واحد عنده صفحه او قناه او حساب، المهم اي حاجه، يحاول يدير هذا الهاشتاغ هذا، بغينا ان شاء الله ينتشر في المغرب باش يوصل للمسؤولين. كما كتشوفوا الخوت في هذا المشهد من سبته، كما شفتوا هجره الادمغه الى اوروبا. العوزه منوضين بيناتهم تما في سبته، طايح اكثر من نايض، وكنحمد الله وكنشكروه ان هاد الناس او الاغلبيه منهم خرجوا من المغرب ومشاو لسبته. هادو اللي بقاو والله ما كرهنا حتى هما نديروا لهم نفس الحاجه، يخويو علينا هاد البلاد هادي. وكنتمنى من السلطات المغربيه انها تراقب الحدود مزيان، ما بقاش يدخل شي واحد من هادو، لانهم راه كيفسدوا في المجتمع، ما كنستافدوا منهم حتى شي حاجه، غير كيوسخوا لنا الشوارع، وكراكم عارفين هذاك الشيء اللي كيديروه هنايا في المغرب. فلذلك كنتمنوا ان هاد الناس يحبسوهم، ما بقاوش يجيو عندنا، او لا يفرضوا فيزا. المهم اي طريقه هاد الناس يتحبسوا كما اوروبا حبساهم وحبسه العرب ما يدخلوش عندها، فكذلك حتى حنا بغينا يتحبسوا هادو ما يجيوش عندنا. والله ما قدرت نصبر، قسما بالله ما قدرت نصبر. راني نشوف في السوشيال ميديا فيديو تاع هذوك نديرهم لكم، هذا سورتو هو اللي دار لا فيديو. قال لك كم جزائريين سحتوهم من المغرب كي جاو داخلين المغرب، وعمي تبونا مسحتونا، شوف معاهم يا رخيص يا وجه الرخص يا وجه الذل. شكون اللي قال لك روح لمملكه بوسبير؟ تحمل مسؤوليتك يا اخي. قلنا لكم اللي يروح ما تزيدوش تقولوا لنا وقفوا معنا. انا تحيه للسوليدات المغربيه، والله ديما يخي نمسح الارض بالمخزن لانهم رخاص وبلاد رخيصه شعبا ودوله، لكن كي ذلوكم كيما قلت لكم لي الجيريان. ان فري الجيريان عمرو يروح المروك، ان فري الجيريان عمرو يروح المروك. ملك شكون يروحوا لها المروك؟ شكون يروح لها؟ يروحوا لها على جال اني ما نقولش واش نقول لك الحمار على جال اش كيروحوا للمروك، على داك الشيء اللي درتي اصلا. انت هربتي من زريبه الجزائر اللي ما فيهاش ادنى شروط العيش الكريم، ومشيتي كتجري عند سيادك او ماماك فرنسا باش تعيش عندها في اوروبا. فنفس الشيء كيديروها الجزائريين حاليا او الكراغيله، كيجيو للمغرب باش ياكلوا البنان اللي ما عمرهم كلاو من نهار تزادوا، كيجيو كياكلوا الخيرات المغرب، ومن بعد باش كيحرقوا من سبته لاوروبا. هذا الشيء علاش كيجيو؟ راه مي صحاب لك جايب لينا العمله الصعبه ولا جايب غنستافدوا منه شي حاجه، كرغوا لينا ما غنستافدوا منه حتى شي حاجه. العمله ديالك راه ارخص عمله في العالم، وما كاينش شي ارخص شعب قد الشعب الجزائري. ما غاديش نعمموا، ولكن الاغلبيه فيهم شعب ارخيص. كما عممتي انت على بلادي ما غاديش نعمم انا على بلادك.
غنقول لك الاغلبيه فيكم رخيص بحالك انت يا الرخيص، وراه قلنا لكم مرارا وتكرارا الا كان عندكم النيف ما تجيوش عندنا، ما تجيوش، راه ديما كنقولوها لكم. حنايا راه قطعتوا العلاقات حتى شي واحد ما بقاش كيوصل عندكم، نتوما ما عندكمش النيف، غير كتدعيوه وصافي، ما فيكمش النفس وما فيكم الرجوله وكتجيو عندنا للمغرب. وراه ما يصحاب لك بلي كيجيو للمغرب باش يخسروا العمله الصعبه، وانما راه كيجيو على جال كما كتقولوا كرشهم، قتلهم الجوع، قتلهم الطوابير، الماء ما كاش، ما كاين حليب، ما كاين سميد، ما كاين بناوات، ما كاين عدس، ما كاين حتى شي حاجه. كيجي باش يلقى دوك الخيرات في المغرب يستمتع بهم، هذا الشيء علاش كيجي. اذا الاخوان ديالي كنتمنى الفيديو يعجبكم، واحد لايك ونتشوفوا فيديو اخر ان شاء الله.